أخطر ذنبين عظيمين لو فعلتهم في الدنيا تأتي يوم القيامة ولا حسنة لك. لو كانت حسناتك كأمثال الجبال ضاعت، لو كانت حسناتك بالمليارات ضاعت، بل وتحمل من سيئات غيرك، بل وتدخلك هذه الذنوب النار. وللأسف كثير من المسلمين يتهاونون فيها. فاحذر أخي المسلم وأختي المسلمة. وهذين الذنبين العظيمين دلنا عليهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن تتعرف عليهما عليك أن تسجل إعجابا وأن تكتب تعليقا بالصلاة على رسول الله، وانشر المقطع لغيرك فالدال على الخير كفاعله. واعلم أن صلاتك على رسول الله مرة واحدة يصلي الله عليك بها 10، فلا تضيع نفسك وأكثر من الصلاة على رسول الله. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. سيدك النبي بيسألهم فهم بيجاوبوا بما يعرفون من أمور الدنيا. سيدك النبي بيكلمهم وبيسألهم عن من المفلس، هم يتكلمون عن مفاليس الدنيا وهو يريد أن يسألهم عن مفاليس الآخرة. هم يتكلمون عن إفلاس لا يضر بالدين، وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم عن إفلاس يدخل العبد النار والعياذ بالله. فقال: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش فلوس وما عندوش متاع في بيته، يعني كل ما ينتفع به من أمور الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، يأتي ما معهوش فلوس؟ لا. يأتي ما عندوش متاع في بيته؟ لا. أمال مين المفلس يا رسول الله؟ المفلس من مفاليس الآخرة من يأتي يوم القيامة بصلاة، بيصلي وبيحافظ على الصلاة، وممكن يكون بيصلي قيام الليل وصيام وزكاة. وخلي بالك ده من ضرب المثل، ضرب المثل لهذه الأعمال الصالحات. لكن هذا العمل يشمل، أو هذا المثل يشمل كل الأعمال الصالحات، يعني قراءة القرآن والذكر والإحسان والصلة وبر الوالدين وكل الأعمال الصالحة تدخل في هذه الأمثلة. يأتي يوم القيامة بصلاة، بيصلي وبيحافظ على الصلاة، وصيام يكابد العطش والظمأ ويصوم، وزكاة بيجاهد نفسه بيخرج الزكاة، وكل هذه الأعمال مقبولة. خلي بالك، يعني ربنا قبل الأعمال دي كلها، مش بيرأي فيها ولا حاجة. ولكنه يأتي يوم القيامة، سيدك النبي يقول لك بقى سبب الإفلاس اهو: ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، شتم واحد. وطبعا السباب منتشر، فاهجروا السباب يا أولي الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا صلى الله عليه وسلم، ما شتم أحدا قط صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. وقد شتم هذا. وإيه كمان؟ وخلي بالك ده برضو من ضرب المثل، يضرب لنا المثل ب5 ذنوب صلى الله عليه وسلم. وقد شتم هذا وقذف هذا، اتكلم في عرض إنسان أو اتكلم في عرض امرأة ورماها بالزنا أو رماها بالزنا. والقذف من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، منها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هي قاعدة في بيتها مش دارية وانت عمال تتكلم في عرضها وتنهش في عرضها وفي لحمها. هو قاعد في بيته مش داري وانت عمال تشير وتنشر على وسائل التواصل. وقذف هذا. طيب وايه كمان؟ وأكل مال هذا. أكل مال، بقى أكل المال له صور عديدة. اغتصب مال واحد، خد أرض واحد، خد متاع واحد، كل الأجرة على واحد، كل المرتب على واحد، أكل ميراث أخوه، أكل ميراث أخته، أكل مال اليتيم، أكل مال هذا وسفك دم هذا. ده المثل اللي سيدك النبي بيضربه رقم 4: وسفك دم هذا. ما هو شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. سفك الدم إراقة الدم. وضرب هذا وضرب هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، ما بقاش عنده حسنات، يقول حبيب رب الأرض والسماوات: قبل أن يقضي ما عليه، ما خلصش اللي عليه، الديون اللي عليه، ما هو مديون، عنده ديون كتير. يقول صلى الله عليه وسلم: أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم طرح في النار. لأن خلي بالك من حاجة، يوم القيامة يوم العدل المطلق، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة،
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: ترفع للرجل صحيفة يوم القيامة فيظن أنه ناج، فكر أنه خلاص نجي ويدخل الجنة، فما تزال مظالم العباد به تتبعه حتى ما تبقي له حسنة واحدة، وكذلك يقول النبي: ويزاد عليه من سيئاتهم، يعني حسناته خلصت يشيل من السيئات بتاعتهم الأخرى، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار كما أخبر الحبيب المختار. ويوم القيامة يناديهم ربنا سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف ذلك ونحن نأتي يوم القيامة غرلا بهمة، يعني ما معناش حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحسنات والسيئات. ما هو خلي بالك، المعاملة في الدنيا بالجنيهات والدولارات والدينارات، ولكن المعاملة في الآخرة بالحسنات والسيئات. اوعى تكون من المفلسين، احذر أسباب الإفلاس، احذر الغفل عن الحساب الأخروي، احذر عدم محاسبتك لنفسك، احذر أن تغتر بقوتك فالله أقوى منك، احذر أن تعتمد على عفو الله وعفو الآخرين فغيرك من الممكن ألا يعفو عنك. وعليك التمسك بأسباب النجاة، أن تحاسب نفسك وأن تعلم أنك ستحاسب بين يدي الله، وأن ترد الحقوق إلى أصحابها، وأن تتذكر قوة الله عليك. في مظلمة لأخوك عندك، روح تحلل منها. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان ما رجعه له، إن كانت مظالم دنيوية قل له: سامحني إن كنت ظلمتك، سامحني. إن كان حاجة من الأمور المعنوية اطلب منه السماح، فإن عفى عنك عفى الله عنك بإذن الله رب العالمين. أو اديله حاجة ترضيه، اديله هدية، اديله أي حاجة ترضيه. ده الذنب الأول اللي هو إيه؟ حقوق العباد. حقوق العباد، العباد ياخدوا من حسناتك لحد ما يبقاش ليك ولا حسنة. الذنب الثاني ذنوب الخلوات. واحد بيصلي وبيصوم ولكنه يأتي يوم القيامة ومالوش ولا حسنة. ايه السبب يا رسول الله؟ سيدك النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقلنا: يا رسول الله من هم؟ صفهم لنا وجلهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ذنوب الخلوات، قفلت الأوضة على نفسك تنظر إلى النساء العاريات. ذنوب الخلوات، قاعد لوحدك فاتح الشاشات بتاعتك وبتتفرج على أفلام إباحية. ذنوب الخلوات، العادة السرية. ذنوب الخلوات ذنوب كثيرة، أن تفسد امرأة، تتكلم واحدة في التليفون وتفسدها على زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها، كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذروا ذنوب الخلوات فإنها تضيع الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا والله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يجعلنا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.